يوسف ازيك؟ عامل ايه؟ طبعا انت من الناس اللي شغاله في البي ار المتميزين جدا، واحنا لاحظنا ده، عشان كده قررنا ان احنا نديك بوزيشن جديد. تمام؟ هتكون اتش ار. الوظيفه هتبقى سهله جدا، هو انت بس انت هترفد على قد ما تقدر. فاهم؟ انت تقدر، يو كان، يلا سيت يو كان. تكون قد الحياه يا تعيش وحيد وسط الدروب. هتدي انذارات كتير، هتخصم من ناس كتير، وفي نفس الوقت احنا محتاجين ان انت وانت بترفد نعلي كفاءه. بنمر بوقت صعب، عايزين بقى نقلل تكاليف بقى. فاهم؟ وعايزين بقى ايه يعني، عايزين انت بقى تنظفنا بقى. انا عايزك تنظفنا بقى، ماشي؟ يعني بقى دريس كود بقى ده اللي احنا عايشين فيه ده. بالنسبه بقى للسالري، انت يعني بص، انا ممكن اعليك، فاهم؟ بس انت يعني اخصم وعلي لنفسك بقى. فاهم؟ يعني انت هتخصم اللي ممكن ترفد اللي ترفده، وانت علي نفسك عيش يا باشا. خلاص؟ الاتش ار مش صعب، انت الموضوع بسيط يعني. انت بترفد بس وشغال جزار بس في الشركه، الموضوع بسيط يعني. فاهم؟ فيو كان، قول يو كان. وبي ار وشكرا وبتاع، هو عشان حرفين شبه بعض خلاص بقت الدنيا كده. انت صاحب مكان صح ولا لا؟ طيب انت قلت عايزين نزود الموارد ونقلل الفلوس والتكاليف. لو عندك الموارد كلها وما عندكش اصلا موظفين، الموارد دي حد هيشغلها؟ طيب يعني ازاي تزود موارد وتقلل موظفين؟ ايه اتقل بس. هقول لك حاجه، انت دلوقتي جبت حد قلت له انت بي ار هتبقى اتش ار، مبروك، ماشي خلاص، سهل ان هو يتعلم. لو هتخليه الاول يتعلم بعد كده يشتغل، دي اول حاجه. تاني حاجه، بما انك قلت كلمه موارد، اي شركه فيها اكتر من مورد، تحديدا هم 4 موارد. في موارد اللي هي الملموسه زي المكاتب، الكراسي، الكلام ده كله. في الموارد الماليه، الفلوس اللي انت خايف عليها. في موارد فكريه زي سيستمز، لوجوز، براءات اختراع، علامات تجاريه. والمورد البشري. من غير المورد البشري كل دول مش هيشتغلوا بنفسهم. تمام؟ انت ممكن تقلل في موارد تانية، انما العنصر البشري هو اللي هيكبر لك بعد كده بقيه الموارد، وهيكبر لك راس المال بتاعك. كلمه اصلا اداره، بما انك مدير، تعني اللي انت ازاي توصل لهدف معين في مكانك هنا، الهدف للشركه اللي عايزه توصله، ونكبر وفلوس وكل حاجه، في مقابل اللي انت تدير الموارد بتاعتك صح، كل الموارد دي. طيب اللي انت جايبه يشتغل في الاتش ار، هو مش هيجي يخصم، مش هيجي يرفد، لان انت كده ما عملتش اداره للموارد. انما يعمل ايه؟ هيعمل لك شويه سيستمز ازاي تستخدم المورد ده بطريقه صح اللي تحقق لك الهدف اللي انت بتدور عليه في الاول وفي الاخر. طيب ببساطه قبل ما نقول الاتش ار بيعمل ايه، انت دلوقتي هتبقى محتاج يبقى عندك مورد. فعندنا جزء ازاي توفر الموارد دي، احنا بنتكلم على المورد البشري. طيب طول ما الناس معاك، انا شايفك عمال تقول له يو كان، انت فعلا تقدر تديفلوب، تقدر تطور، تقدر تموتيفيت في الناس اللي معاك عشان ادائها يزيد، عشان انتمائها للمكان يزيد. طيب سألك سؤال، هتديني ولا لا؟ هو انت تقول له على قد ما تخصم على قد ما هتاخد. مفيش حد اصلا بيعمل كده. تمام؟ ازاي تكافئ الناس دي عشان تأدي اكتر فانتاجيتها تعلى، فانت الناتج بتاعك والهدف بتاعك توصل للهدف، وتحط هدف اكبر وتحط هدف اكبر. ببساطه اداره الموارد البشريه، ازاي ان الاداره دي بتحط السيستمز جوه الشركه، ازاي ندير بيها العنصر البشري بتاع المكان بطريقتين، بطريقه افكتيف وافيشنت، بطريقه كفء، بطريقه فعاله، عشان يدوكوا الشغل وفي نفس الوقت ما يستخدموش الموارد بطريقه غلط. كل ده ليه؟ عشان الهدف اللي انت عايز توصل له هم دول اللي هيوصلوها لك. بعد كده الموارد التانية اللي انت عايز تزودها هتزيد.